صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض البان كيك من احلى وصفات الديزرت. بنحب ناكلها كتير من بره. هنعملها النهارده مع بعض بطريقه سهله جدا، مش هتاخد وقت خالص في التحضير، وكمان خلاص المدارس على الابواب. هتبقى حلوه جدا لللانش بوكس وكمان للفطار السريع. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتي باستمرار. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه هنحضر عجينه البانكيك، عباره عن كوبايتين من الحليب الدافي دافي بس، معلقه من الخل، معلقه واحده، او اللبن الرايب، يعني يا لبن رايب او حليب، ونحط عليه معلقه خل بس عشان يبقى زي الرايب معانا ويعمل تخثرات كده زي ما انتوا شايفين. اول بقى لما يعمل تخثرات كده هنزل عليه بنص كوب نص فنجان من الزبده، او فنجان صغير من الزبده زي ما انتوا شايفين. في الوصفة دي هستخدم حباية بيض واحدة فقط، هحطها كده واقلبها كويس، ومتقلقوش اللبن ده في حاجة بسيطة فمش هيسوي البيض معانا ولا حاجة. هخفقها كده بالرايب بتاعنا او بالحليب الرايب بتاعنا، وبعدين هنزل بيه معلقة من السكر او معلقتين من السكر. انا هنا نزلت بمعلقة، انتوا عارفين ان انا مش بحب الحاجة تبقى مسكرة، لكن في الطبيعي حط معلقتين لو انت بتحب طعم الحاجة يبقى مسكر. وبعدين هقلب كل ده كويس، كوبايتين بنفس معيار الكوباية اللي كنت حاطة بيها الحليب، كوبايتين من الدقيق، مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. يبقى كوبايتين دقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة بسيطة قوي من الملح. وهقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض. حطيت كده باكت من الفانيليا، الفانيليا هنا هتديها طعم كده وتست حلو. هقلب بقى كل ده كويس قوي لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هغطيها واسيبها 10 دقايق فقط، يعني مش هقول لكم في مكان دافي، عادي في مكانها بس كده. لما اسيبها ال10 دقايق دول قوامها هيتقل معانا شوية زي ما انتوا شايفين كده. هحطها بقى كده في حاجة، اي حاجة ليها بوز او كنكة او اي حاجة، وهحط كده طاسة سخنة، واول لما تسخن ههدي النار عليها، وبعدين بقى هنزل بالخليط بتاعي. هو بس خلوا بالكم عشان دي فرشت معايا شوية، حبيت بس كده اوريكم عشان تعرفوا ان هي بتفرش شوية، فبقللوا الكمية. دقيقة بالظبط، دقيقة واحدة. طبعا هي الطاسة سخنة وطبعا بنهدي النار عليها، فبتاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. دقيقة واحدة فقط. بعد دقيقة قلبتها على الوش التاني، والوش التاني بياخد اللون ده، يعني مش بياخد نفس اللون، هي بتبقى عبارة عن لونين. برضو هنزل هنا بشوية كمان اهو. هنا بقى قللت الكمية شوية عشان ما تفرش مني في الطاسة. بص، هتبتدي اول ما تبتدي تعمل الفقاعات دي هقلبها برضو كده اهو بسهولة جدا. بس كده، دقيقة كمان وهشيلها هي كمان. بصوا بصوا عاملة ازاي. انا حبيت بس اوريكم القوام بتاعها، بتستوي على طول، ما تقلقوش خالص، مش هتبقى نية من جوه، ولا الدقيق هيبقى باين فيها ولا حاجة. هي دقيقة واحدة فقط مادام الطاسة سخنة ومهديين النار عليها. بس كده وخلصت الكمية دي كلها. كوبايتين بس من الدقيق عملوا معايا كل الكمية دي، وزي ما قلت لكم هي وش لون، والوش التاني بتاخد اللون ده. تحليها بقى بعسل، بسكراب السيرب بتاع العسل او السيرب بتاع السكر. انا حطيت عسل ابيض بس، ممكن تحطي مربى، اي نوع تحلية انت عايزة تحطيه. انا بحب احليها بس كده بطريقة معينة، فبحب احلي كل يعني بيس من البانكيك وبعدين احط عسل من فوق. وحطي بقى اي فاكهه انت عايزاها، فراوله، رمان، كريز، انا ما كانش عندي كريز، وقطعه كده من الزبده صغيره، وممكن كمان تستغني عن الزبده، بس عايزه اقول لكم الزبده ادت لها تيست خطير. والمفروض الزبده كمان تحطيها كده اول ما تبقى سخنه عشان تسيح عليها وتدي تيست حلو. جربوها وانا واثقه ان انتوا هتعتمدوها وهتحطوها بعد كده في اللانش بوكس.